ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فلوج جديد، بس الفلوجات اللي انتم متعودين عليها اللي هي بالمقلوب. بمعنى ايه؟ ان احنا هنشتغل بالليل. انتوا عارفين ان انا بحب جدا 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 الشغل بالليل، ودلوقتي بالتوقيت اللي احنا فيه ده بنبقى مخلصين صلاة ومخلصين غدا ومخلصين كل حاجة، والساعة دلوقتي مثلا 8:30 او اقل كمان، يعني 7:30 حاجة كده. ف حاسه ان احنا عندنا وقت كتير قوي وبنزهق بصراحه، مع ان المفروض ان اليوم قصير، ولكن بقى ايه، بنقعد بالليل كتير قوي مع بعض، اللي هو الوقت ما بيعديش يعني. تمام. فانا قلت استغله. انا الحمد لله روقت المطبخ، مش المطبخ كله يعني، روقت الحوض، وقلت ليه لا، ايه ما يلا بقى ايه نصور مع بعض كده. ولمعت الرخامات. انا كنت بره النهارده طول اليوم، رجعت متاخر، يعني بالنسبه ان انا مش في شغل رجعت متاخر. و كنتش عامله غدا، كنتش عامله اي حاجه، ما كنتش متوقعه ان انا اتاخر كده خالص. جيت عملت ايه، تونه بطاطس حاجات من دي، وكلنا على طول على طول على طول، وخلاص كده خلاص. فدلوقتي بقى انا دلوقتي كنت واقفه عند خطوه البوتاجاز، هنغسله مع بعض، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. انتوا عارفين ان انا لو في اكل بجهزه من بالليل بجهزه، هدومي بجهزها انا ويايا، بناخد شاورنا بقى، بنظبط حاجتنا، بنجهز اللانش بوكس بتاعه، اللي هو خلاص بنصحى الصبح نمشي على طول، عشان لما نرجع من الشغل لو احنا مجهزناش غدا النهارده. انا لحد حالا انا مش واخده قرار احنا هنتغدى ايه، فاول ما ياخد يا هنجهزه مع بعض النهارده، يا هنقعد مع بعض وخلاص ونكمل يومنا بالليل وبكره. تمام. فيلا بينا. بصوا انا مسحته بقى كله، دلوقتي بقى هنشفه بحاجه. تمام. اول واحده بقى بتبقى يعني فوطه فيها ميه، والتانية بتبقى ناشفه عادي، يعني زي اي حد بيروق المطبخ بتاعه. تمام. بس كده في الاخر بقى هنشيل السجاده ونظبط الارضيه وخلاص على كده. تمام. هخلصه بقى واجيلكم. ارجعي بقى عشان ما تتكسريش كده. بس خلصنا دندن. بصوا هعمل بقى دلوقتي شاي، بس عشان ما احسش بالذنب قوي فهعمل له شاي بلبن عشان ايه، اضيع احساس الذنب ده، وفي نفس الوقت عايزه اشرب شاي. تقولي ذنب ايه؟ هقول لكم عشان انا مش بحب ان انا اشرب شاي بالليل، بحيث ان انا عارفه ان انا هسهر وان انا هصحى تعبانه، ولكن ان شاء الله انام فيه وما ياثرش فيا ولا اي حاجه. فهنجهزه بقى كده. يلا بينا. نحط سكر. كلكم اكيد اكيد بتعرفوا تعملوا الشاي عادي يعني. تمام. كويس ان انا افتكرت حالا ان انا عايزه اخد شاي سكر معايا، عشان بعوز في الشغل كتير وبنسى خالص ان انا اخد، فعشان ما يبقاش حرام علينا نشرب طول الوقت من حد كده، فهناخد معانا شويه. اصلا الميه غليت. بصوا انا هحط نصها بس ايه، شاي كده. اصلا مش بسيب الشاي يعمل لون جامد بصراحه، ما بدلوش فرصه اساسا. الوان تحفه بجد، يعني انا ده ادماني قبل الايس كوفي كمان، بحبه جدا. هروح بقى اشربها لحد ما ايه زوجي العزيز يجي، عشان نشوف هنمشي الغدا ازاي والحاجات دي ازاي، عشان مش في دماغي حاجه بصراحه. بس كده لما يجي ونوصل لاكل وكده هبلغكم برضو باي ابديت جديد. يا رب تكونوا سمعتوني اصلا من التقليد. تمام. لاف يو. بصوا انا جبت بقى الشاي بلبن، هنشيل الحديد بتاع ده من وشكم كده. بصوا انا دلوقتي كنت عايزه اتكلم معاكم في حاجه، انا بنتفرج على ريتشل كمان، وهنشرب شاي بلبن ونتكلم في موضوع مهم جدا. بصوا انا من كام يوم كده، او يعني بقالي فتره طويله من ساعه ما طلعت على اليوتيوب، وانا عارفه ان احنا هناخد كومنتات كتير جدا 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 في حياتنا، فكنت منزله بوست على الفيسبوك. لو انتم مش متابعيني روحوا تابعوني، هتلاقوا نفس الاسم. تمام. وهسيب لكم يعني اللينك تحت. بصوا انا لما في حد بيقول لي مثلا انت عملتي حاجه غلط او كده، انا متقبل النقد بتاعه عادي جدا، يعني اللي هو بينتي حاجه، عملتي حاجه بخايف عليا كده، تمام. ولكن الفتره الاخيره اكتشفت ان كل الناس بتتكلم وكل الناس بتعلق، سواء في البيت سواء في الشغل سواء في اي حته.
محدش فاهم حاجه، محدش عارف اي حاجه. ابسط واحد لما بيقعد معايا وبحكي له قصه حياتي ويبقى عايز يقول لي اللي هو انت فعلا المنظر او الشكل او طريقه الحياه اللي انت بتصدريها غير اللي انت عشتيه قبل كده زمان. ولكن يا جماعه ربنا بيجي وقت وممكن ينعم على بني ادم بنعمه، وانا بصراحه يعني انا ممتنه جدا للنعم اللي موجوده في ايدي دلوقتي خلاص. ف ما بزعلش لما حد غريب مثلا في الشغل يتكلم، حد غريب في عيلتي من بعيد يتكلم، ولكن بزعل جدا ان يكون حد عارف او عاش معاك نفس المعاناه ويتكلم عليك او يقول لي ازاي بتجيب كذا او بتعمل كذا او. يا جماعه لو اي حد جات له الفرصه ان هو يعمل حاجه بيحبها ما يعملها، ملوش دعوه بحد، لان كده كده اكتشفت ان قريب غريب هو بيتكلم. انت ما عملتش حاجه غلط، انت ما عملتش حاجه غلط. لو انا باكل حاجه زي دي انت ما كنتش معايا، ده الغريب ما كنتش معايا وانا محرومه من حاجات كتير في حياتي. ولكن لما بقى عندي الحاجه دي القريب نفسه بقى مستكترها. تمام. فادعوا دايما دايما ان ربنا يحفظ لكم ولادكم ازواجكم وعيلتكم وكل الحاجات دي وكل النعمه اللي في حياتكم بجد يعني. وبلاش تتكلموا عن نفسكم قدام اي حد خالص، لا في بيت لا في شغل لا مع ناس. يعني اقول لكم ايه، ما تتكلموش. يعني انا خلاص مبقتش حتى عارفه اتكلم مع اي حد خالص في الموضوع ومبقاش خايفه. فاهمين حاجه؟ فاهمين وصلنا لحد فين؟ يعني سي مثلا بعمل فكره مشتريات الشهر او بعمل اي حاجه، اكيد بيعدي عليا شهور مبقاش عايزه اجيب حاجه، مبقاش كويسه، مبقاش انا وجوزي كويسين، ما بنبقاش، بيبقى عندنا مسؤوليات تانية فبنجيبش الحاجه دي. حتى لو جبنا شهر فيه كميه مثلا بتبقى احنا عاملين ميزانيه لحاجه تانية عشان خاطر نقدر نعيش حياتنا بشكل كويس. وحتى لو انا ما اجبرتكيش ان انت ما تشتغليش، ما تدخليش دخل، ما تجيبيش لنفسك الحاجه بتتمنيها وقت ما كنت انت بتتصرف عليكي وبتجيبي كل اللي بتتمنيه وبتاكلي وبتشربي كل حاجه في الحياه وبتتفخري بده قدامي وقدام غيري ممكن يكون كان في وقتها مش موجود عنده الحاجه دي. انا كان عندي دافع ان انا ليه لا، ما خليني في يوم من الايام اقول زيكم. فاهمين حاجه؟ فسواء انت قريب سواء انت غريب خليك في حالك، خليك في حالك. تعملوا كده ليه يا جماعه بجد ليه؟ بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم وخلاص. يعني احنا كويسين يا جماعه. هناخد صف وزي ما قلت لكم بقى نتفرج على ريتشارد شويه وخلاص. كنت عايزه اقول لكم حاجه بس مش هقول لكم المره دي، احنا مستنيين حاجه تيجي دلوقتي هوريها لكم، قولوا لي رايكم فيها ايه بقى. بس ما تيجي كمان شويه كده ان شاء الله، يعني لو عرفنا نجيبها دلوقتي ما عرفناش خلاص. شايفين الاضاءه هنا جميله ازاي؟ نفسي الاضاءه بقى تاخدها معايا كده وادخلها المطبخ عندي، بس ان شاء الله انا حاسه ان الاضاءه الفتره كده. تاني بقى عشان نعمل ايه، نجهز الغدا. بصوا الوجبات اللي هي الصغيره دي فاكرين ان احنا كنا مجهزينها دي ما فيهاش بس غير جزئين 2 من الفراخ او 3 عشان احنا عايزين اكل يوم واحد بس. فهنستخدم دي، هنغليها بقى دلوقتي تتسلق دي الفراخ. يعني ممكن تكون مش باينه لكم هنا دلوقتي. انا جهزت هنا الميه اهو سخنه، شايفين البخار. هنسلقها ونعمل جنبها ايه، هنعمل جنبها مكرونه. هنشوف بقى الخطوات اللي ينفع نستسهل علينا او نسهل علينا فيها المكرونه، هي ان احنا نسلقها ونعينها ونجهز الصلصه بتاعتها. فبكره نخلط على بعض وخلاص ونحمر الفراخ وخلاص على كده. تمام، فيلا نعمل كده. بصوا بقى هنا هغطي الفراخ، تعالوا بقى نجهز الصلصه بتاعت المكرونه. بصوا بقى في الوقت ده كمان حطيت الصلصه اللي هي بقى طماطم وحطيت فيها بصلايه فلفلايه شويه ميه نضربهم ونجهز الطماطم او الصلصه يعني بتاعت المكرونه. وحطيت حله صغننه هنا بصوا دي هنسلق فيها بقى المكرونه وخلاص كده يبقى الفراخ اتعملت والمكرونه كمان اتعملت في نفس الوقت. بقى انا مش هعمل سباكيتي، انا غيرت رايي يعني. تمام، فعندنا المكرونه دي اللي هي القواقع كده هنعملها، بس مش عارفه حاسه ان هي كتيره فممكن نسيب مثلا شويه كده في اي يوم يبقى كله مع اي حاجه. وهنا عملت بقى فطاريايه اجهز له بيض كده وخلاص. فهنسلقها بقى عشان الميه غليت وعايزين نخلص بسرعه لانها اتسحلنا كتير على الفرن. في بقى حاجه اوريها لكم بس استنوا نحط المشروب. جبنا ايه ده اوردر جديد بقى. تمام، عندنا هنا حد في البلد تحفه يا جماعه بيعمل اسعار تحفه، فجبنا منه دول. انا جبت منهم 2. تمام، بصوا شكله كده هو حجمه حلو على فكره، بس ده ايس كوفي، حاسه ان هو مش هيستحمل حاجات سخنه كتير. ومعايا بقى الدبدوب ده كده انا جايباه بس عشان التصوير وكده وسعره كان جامد جدا. ومعاه بقى ايه اقول لكم، معايا المعلقه دي
بصوها كده بتبقى طالعه من هنا كده، شكلها تحفه في التصوير. قولوا لي رايكم فيه بقى. انا جبت منه 2 بس الاتنين نفس اللون ونفس كل حاجه يعني. تمام. هو عامه جوزي مش هيشرب فيه عشان مالوش في الايس كوفي قوي، فانا هشرب فيه الاتنين. او مثلا لو حد صاحبي كده حاجات من دي ممكن نشير بقى بالتاني ده، او نعين لحد لما ده عمره يخلص نبقى نطلعه. فقولوا لي رايكم فيه بقى. كل فتره كده عايزين نجيب ممكن جديد نجدد، لان ايام ما كنت انا بجيب لجهازي وكده ما كانش فيه طبعا الاشكال اللي طلعت كتير قوي اليومين دول دي، وحاجات شي ان القمر دي، فهنجيب منه بقى كل ما نلاقي عرض عند اسماء نجيب منه كده. يعني خلاص مصفيه المكرونه وهسيبها كده على فكره للصبح. انا بردتها عشان ما تكملش سواها، وخلاص الصلصه اتعملت على البوتاجاز بسيبها تغلي، وجهزت اللانش بوكس بتاعتي يحيى، واللحمه بتتسلق برده. كل الحاجات دي هتفضل زي ما هي كده. الحوض بتاعنا نضيف الحمد لله خلصناه. هنا ده سوري الزباله لماه هنا عشان هنغسل الباسكت، فاخر شويه فيهم بلمهم في كيس كده على ما الباسكت ينشف وكده عشان ما احطش فيه حاجه وهو مبلول. بس كده هنطلع بقى دلوقتي ناخد الشاور بتاع يايا واوريكم بقى برده مع بعض ونطلع هدوم الشغل وخلاص كده. ده يايا وبابا بيموتوا بعض. صباح الخير. ده بقى اليوم التاني. انا قفلت معاكم امبارح الفيديو، طلعت حضرت الحاجه اللي انا هلبسها، وبعد كده خدنا الشاور زي ما قلت لكم ونمنا وكل الكلام ده. صاحيين بقى اكيد مش عايزين نروح الشغل، ده الاحساس بتاع كل يوم، ولكن لازم نقوم بقى خلاص. انا لبست الحمد لله وصليت وكده الحمد لله. شنطتي كمان بكون مجهزاها من بالليل وكده. ف هنصحي يايا بقى دلوقتي وبعد كده نمشي على طول. اوكي، ممكن اقابلكم بقى لما ارجع، ممكن اصور لكم هناك اي حاجه يعني، هنظبطها مع بعض. بس اكسكيوز بقى الصوت عشان لسه مطلعش يعني. تمام. يخرب بيت الشغل ويخرب بيت المرأة العاملة ويخرب بيت الاندبندنسي عموما يعني. تمام. احنا روحنا من الشغل صداعين خرمانين كل حاجة، فلو حان الوقت ان احنا ننام هننام، ما حانش الوقت هنكمل بقية يومنا بالصداع ده وهنتخانق مع كل الناس وهنقطع علاقاتنا ببعض وكده. تمام. هنشيل اكسسواراتنا وقعت في الارض، مش هجيبها عشان هي مش كويسه ان هي تقع في الارض وهي عارفه ان انا مصدعه. بس كده. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ متخافوش، مش بقى قدامكم، متهوناش. احنا هنقعد كده نستقني شويه. انتوا عارفين ان احنا اكلنا من امبارح، فعلى حسب يايا حبيب قلبي ما يحن علينا وينام احنا هنحط دماغنا جنبيه. تمام كده. بس كده. ولما زوجنا العزيز يجي هنقوم نخلص اخر ستيبس كده في البتاع في الغدا وخلاص نحط الاكل وناكل. مش عارفين بقى يومنا الباقي هيمشي ازاي. ممكن نقفل معاكم الفيديو بعد على الغدا بس وخلاص، واعمل لكم فيديو تاني جديد حلو قوي قوي. وممكن لو احنا ما نفذناش الخطه دي فخلاص. تمام. دمتم سالمين. بصوا انا جبت بقى الكوبايه اللي انا بحبها اشرب فيها بيبسي دي، يعني انها كوبايه عاديه بس انا بحبها جدا. تمام. احنا اتغدينا بس انا صاحيه لما نمت شويه وصحيت حسيت ان انا في برد كده في جسمي ومش مظبطه خالص يعني، فمش قادره اطلع بصراحه والبس وكده. غير ان احنا هبتدي لكم فلوج بقى الجمعه تاني دلوقتي، ف مش عايزه اهلك نفسي بصراحه، وحتى مش عايزه اشرب كل دي كلها يعني، فاشربها واخمسها مع جوزي برضو ونشير مع بعض كده وخلاص كده. اوكي، ما تنسوش تعملوا بقى لايك وسبسكرايب وقولوا لي رايكم في الفيديوهات. باي باي.